اهم حاجه اقولها لك في الفيديو بتاع النهارده وهي ان انت اوعى تعمل كده، لان في كتير جدا قال لي الحاجه دي. اهلا بيكم ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن الفتره دي في ثانويه عامه وقرارة الوزير والمراجعه النهائيه وهل هتلحق ولا لا. هتكلم في كل حاجه بتيجي في دماغك الفتره دي ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا نشوف الفيديو. اول حاجه نتكلم عنها النهارده وهي قرارة الوزير. طبعا كلكم الفتره دي الوزير طلع من اسبوعين قعد يقول ان الامتحان 40% مستويات عليا و40% متوسط و20% سهل، وكلكم قعدتوا تقولوا يا خساره اللي ذاكر ومعرفش ايه ومش هنلحق نجيب مجموع والامتحانات صعبه. كل الكلام ده انا عاوزه اقولك ان الفتره دي هيطلع قرارات كتير واشاعات كتير، وتفضلوا خايفين ومتوترين وهيحصل ايه ومستقبلنا ضاع. بس عايزه اقول لكم اي حاجه تسمعوها الفتره دي هتسمعوا القرار دي ترموها في الباسكت ولا كانكم سمعتوا حاجه، لان اللي هيصير عليك هيصير على كل الناس الباقيه. يعني مثلا الامتحان بتاع ثانويه عامه طلع صعب، كلكم الامتحان بالنسبه لكم هيبقى صعب. واوريدي لو المجموع علا او وطى ففي الحالتين انت معاهم، ما هو مش متطبق عليك بس، الامتحان مش صعب عليك انت بس وانت الوحيد اللي مش هتعرف تحل. الامتحان لو صعب هيبقى صعب على كله، فبالتالي كلكم مش هتجيبوا مجموع عالي في الماده الفلانيه اللي الامتحان صعب فيها. ولكن لو الامتحان سهل كلكم هتجيبوا مجموع كويس في الماده دي. فحوار بقى ان الامتحان صعب او سهل او جاب مستويات عليا اكتر او جاب امتحان ما يتحلش، كل الكلام ده لا يشغل دماغك. كل اللي انت تعمله انك هتسعى وتعمل اللي عليك عشان اخر السنه ان شاء الله تعرف تحل كويس. اي قرار اي حاجه تطلع في الباسكت. هنتكلم دلوقتي في اكتر سؤال بتسألني بتبعته على الانستجرام، وعلى الانستجرام مريم هو انا لو بدأت دلوقتي هلحق؟ هو لسه معايا وقت؟ طب ما اعرفش ربنا يسويني باللي بدأ من اول السنه. طبعا انا عاوزه اقول لك ان حياتك دلوقتي لو بتسالني متوقفه على رد مني، وده ما ينفعش. يعني مثلا لو جيت سالتني دلوقتي تلحق ولا ما تلحقش، انا ممكن اقول لك ما تلحقش وخلاص، يعني اللي بدأ من 6 7 شهور وانت هتعمل ايه وخلاص ربنا مش هيساويك، وقعدت اقنعك بجد انك تأجل السنه واللي بدأ. ممكن برضو على العكس اقولك ان لا لسه معاك وقت وربنا مش بيحاسبنا ان احنا مثلا اللي بدأ من الاول او بدأ دلوقتي، ولسه معاك وقت تذاكر واعمل اللي عليك وهتوصل. فانت في الحالتين معتمد عليا في الرأي او معتمد عليا في تحديد مستقبلك، وده ما ينفعش. انت الوحيد اللي تقدر تحدد انت هتوصل للحاجه دي او مش هتوصل لها. انت الوحيد اللي عارف ان لسه معاك وقت او لا. انت دلوقتي احنا في نص اتنين، لسه معانا نص اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وشهر ونص امتحانات او شهرين امتحانات، يعني لسه معاك وقت. وطالما الامتحان مش بكره يبقى لسه معاك وقت. هتكلم معاكم دلوقتي على الحاجات اللي المفروض تعملوها الفتره دي في ثانويه عامه وهتفرق معاكم جدا جدا الفتره اللي جايه. اول حاجه دلوقتي لسه اسبوعين قبل رمضان، الاسبوعين دول هتشوف اكتر ماده انت ضعيف فيها، اكتر ماده مش بتحبها ما حلتش فيها كتير، هتخلصها في الفتره اللي هي قبل رمضان. الاسبوعين اللي قدامك دول هتبقى جنبها طبعا اي ماده تانية، ولكن اكتر ماده ضعيف فيها لان بعد رمضان الوقت هيجري، وفي رمضان المذاكره ما بتكونش يعني 100%، او انك مثلا قادر تذاكر وتستوعب وتركز والكلام ده. فلازم المادة دي تذاكرها قبل رمضان او تخلص الترم الاولاني على الاقل منها. اوعى تسيب فيها اي تراكمات، سواء بقى الكيمياء الفيزياء اي مادة صعبة عندك لازم تخلص قبل رمضان في الاسبوعين دول. وطبعا مع الجديد في اي مادة اوعى تركن الجديد ما يتركنش، او تقولي مثلا انا هذاكر دلوقتي معرفش المادة دي عشان انا مراكمها ولما اخلص التراكمات اللي فيها هبقى اخد الجديد، عشان انا بحس التشتت. لا انت كده بتضيع زيادة، يعني انت مثلا مش هتقدر تلم دي ودي، لا انت كده بتضيع نفسك. خلي جديد مع قديم علشان تبقى ماشي كويس. في نفس الباسكت اللي رمينا فيه قرارات الوزير والاشاعات اللي بتظهر الايام دي هنرمي الموبايل. الموبايل الفترة دي خطر جدا واكتر حاجة هتضيعك، وكلنا عارفين اكتر حاجة بتضيع وقتنا هي الموبايل. طب انا بس رايحة ابحث على الدرس الفلاني على اليوتيوب، يلا نفضل نسكرولينج على التيك توك والانستجرام 10 ساعات، اليوم ضاع واحنا قاعدين نسكرولينج وفاكرين ان احنا بس 5 دقايق. فاكتر حاجة هتضيع وقتك واكتر حاجة اصلا ما كانتش معايا في الفترة دي في ثانوية عامة كان الموبايل بتاعي قفلته واديته لوالدتي. كنت بتابع على اليوتيوب من على اللابتوب، وكمان ما كنتش مسجله ادخل على اليوتيوب علشان ما يجيليش مثلا اي قناه انا مشتركه فيها وبتظهر الحاجات اللي بتعجبني وبحبها. فكنت دايما بس مشتركه في المنصات ومشتركه على اليوتيوب مع المدرسين اللي بسمع لهم مثلا شرح الحاجه الفلانيه، حل الدرس الفلاني بس. فالموبايل يترمى في الباسكت، وبجد مش بهزر، يعني اي حد مش معاه لابتوب او مثلا لازم يذاكر على الموبايل فانت امسح انستجرام، امسح تيك توك، امسح فيسبوك، امسح كل حاجه وسيب بس عندك اليوتيوب. ويا ريت لو تعمل تسجيل خروج كمان من الحساب اللي فاتحه على اليوتيوب. اهم حاجه تعملها الفتره دي وهتعلي مستواك جدا جدا وهتشوف اثرها ايام الامتحانات، وهي انك تجيب كراسه من دلوقتي لاخر السنه. لو بتذاكر الدرس مثلا وبتلخصه هتكتب تلخيص الدرس في الكراسه دي. لو لقيت معلومه مهمه حاجه مهمه كنت معلم عليه من اول السنه هتكتبها في الكراسه دي.
وكل ماده ليها كراسه معينه. اي سؤال وقف معاك من اول السنه وكنت معلم عليه اكتبه في الكراسه دي واكتب حله، ولو نسيت حله شوفه تاني على اليوتيوب. مثلا اكتب الدرس الثالث فيزياء معرفش السؤال 27 كتاب الامتحان، فانت تكتب كده بالظبط على اليوتيوب وهتروح بس تسمع حل السؤال ده في الفيديو بتاع اليوتيوب، ما تسمعش الفيديو كله. الكراسه دي تعرف اهميتها جدا جدا ايام الامتحانات لما تيجي تراجع. مثلا هتكتب فيها كل القوانين مثلا اللي ما تعرفهاش او كل القوانين بتاعه المنهج عامه، تكتب الفصل الاول وتكتب كل قانون وبيستخدم في ايه. المساله مثلا اللي مش عارفها تكتبها وتكتب القانون بتاعها وتكتب فكره حلها. كل الحاجات دي هتسهل عليك جدا جدا مراجعه ايام الامتحانات وهتعرف فايدتها. اهم حاجه اقولها لك في الفيديو بتاع النهارده وهي ان انت اوعى تعمل كده، لان في كتير جدا قال لي الحاجه دي، ان انت مثلا عندك تراكمات كتير فقررت توقف الجديد عشان تلم التراكمات. انا عاوز اقول لك التراكمات دي ان شاء الله احنا داخلين على مراجعه نهائيه كمان اقل من شهر او شهر، فاوريدي التراكمات اللي عندك دي هتاخدها وتذاكرها تاني. انما الجديد اللي انت بتاخده دلوقتي لو ركنته فيعتبر متراكم ومش هتعرف تلمه تاني، ولو لميته دلوقتي مش هيبقى بالكفاءه اللي هتلمها في المراجعه النهائيه. طب انت يا مريم قلت لي دلوقتي ان انا مثلا المتراكم ده مثلا اسيبه واركز بس على الجديد وما اعرفش ايه، طب مش هيبقى بالكفاءه. لا، هو انت اوريدي اخدته قبل كده وراجعت عليه مثلا، او مثلا اخدت فكره عنه، انما الجديد ده انت اول مره تاخده وتاني مره هتبقى بتراجع عليه تبقى في المراجعه النهائيه، فحرفيا مش هتبقى عارفه كتير وبالتالي مش هيبقى عندك فيه افكار كتير. انما اللي فات ده انت اخدته قبل كده، مثلا سمعت عنه فكره، سمعت مراجعه نهائيه للفصل كامل. انما الجديد دلوقتي مش هيتعاد تاني كمان مره، كل اللي هيتعاد فيه المراجعه النهائيه. فصدقني اوعى تسيب الجديد يتراكم، دي اهم نصيحه انصحها لك في الفيديو بتاع النهارده. اعتقد دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بعد ما اتكلمت معاك عن قرارات الوزير وهتعمل ايه وايه الحاجات اللي المفروض تعملها. واعتقد ان الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون على المراجعه النهائيه وايه الكتب اللي تستخدمها، وبرده شهر رمضان، معرفش ممكن شهر رمضان قبل المراجعه النهائيه. ولكن ان شاء الله هحاول الفتره الجايه قدر الامكان انزل فيديوز كتيره قبل ما ابدا دراسه، وانا بدات اوريدي، بس يعني احاول اكتر لكم مثلا المحتوى ان شاء الله الفتره الجايه. فاي حد عنده سؤال او اي حاجه يكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم كلكم. ولو في مثلا سؤال محتاج ان اعمله فيديو فان شاء الله هصور لكم فيديوز كتير الفتره الجايه. مع السلامه، متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه قبل ما تقفل الفيديو. مع السلامه.